السلام عليكم. اليوم جبت لكم وصفة دجاج محمر في الفرن مع الفخيط تاعه بنة ولا أروع، وتنسيو نشف جام. وخلونا نبداو بالوصفة. هنايا كيما تشوفوا في باسينة درت 2 مغارف كبار تاع المايونيز مع مغرفة صغيرة تاع الطماطم مصبرة، فلفل أسود، سكنجبيل، فلفلة حمراء، كوري تاع الدجاج، ملح، زعتر كيما تشوفوا، توم بودرة، مغرف صغيرة طلموطة بيعطينا الهشاشة للحم تاعنا والطراواليه. درت هنا غير مغرف صغيرة كيما تشوفوا. وهنايا ندير حوالي 2 مغارف كبار تاع الزيت، وراني نخلط غاية للغاية. وهنايا زايدة الزعتر كيما تشوفوا باهي نستمنا الدجاج تاعنا نخلطوه مليح حتى ينسجمون المكونات كيما تشوفوا. ولو كان بغيتو تزيدو تتبيله اكتر من هكا زيدو، هذا زعما يعطيه نكهه شابه. هنايا خلطتها مليح وزدت الملح. من جهه جبت الدجاج تاعي كنت غسلتها مليح في الماء والخل وثقبتها مليح باش تدخل له تتبيله. انا دخلت في وسط البسينه وراني ندخل في هذيك المارينه مليح في الدجاج باه الدجاج تاعي يتشرب لي. للامانه هنا انا درته صباح وطيبته مع كي قرب المغرب. هنا جبت هذوك الساشي اللي يدخلوا تاع كيس الدجاج، هنايا راح ندخلهم في الكوشه فوالا، عفوا في الكيس. وهنايا بعد ما دخلتهم في الكيس شوفوا غادي نحكمهم كيما هكا، ونجيب داك المضرق نتاعهم باه نبلع ديك الساشي. وهذا اللي بقى لنا هنايا ما راحش نرموه بيان سور. هنايا جبت الفريد غسلته وقطعته وراح نزيده لهذيك المارينه، راه يعطيها تتبيله ونكهه روعه روعه روعه. أنا فوالا بعد ما تبلت كامل الفخيط اللي كان عندي راح نجيب تاني اكياس دجاج وراح ندخل فيهم هذيك طالي كنت درت لها ماي. فوالا هنا راني قفلتها كيما وريتكم الاولى، قفلتها من هذيك بهذاك الحاشيه تاعها، بليها مليح ودخليها للفرن طي من تحت ومن الفوق. فوالا هنا بعد ما قلعتها شوفوا داك البخار وحده الريحه ولا اروع. اتمنى تجربوها والسلام عليكم.